بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد من يومياتي أنا وجوزي في المطبخ. النهاردة احنا هنعمل القرع العسلي بطريقة سهلة وبسيطة جدا. القرع ده من أحلى الحاجات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقها، وذكر طبعا في القرآن من شجرة من يقطين اللي نزلت على سيدنا يونس بعد ما بلعوا الحوت. وكان النبي عليه الصلاة والسلام بيحب القرع وكان يتتبعه في الطبق، يعني كان بيحب ياكل القرع، هو كان اكله المفضل القرع، وشرابه المفضل كان الريحان. النهارده بقى هعمل معاكم القرع عشان ما اطولش عليكم، وهنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. دي قرعه انا جايباها الكيلو 8 جنيه. دي حجمها على فكره، دي بالنسبه للقرع من اصغر القرعات اللي لقيتها على فكره. دي 4 كيلو وربع، جايباها بالعافية ب30 جنيه. جايباها من أسواق سعد زغلول، عند مترو سعد زغلول. إيهاب هيقطعها لنا بقى. السلام عليكم إيهاب. عليكم السلام. هنقول كده بسم الله. بس هو القرع بيبقى محتاج شوية يعني قوة، فعشان كده إيهاب هو اللي بيقطعها لي أهو. القرع ده مش بس بنعمله قرع عسلي. افتح بس يا إيهاب القرع كده من جوه وقربها. بصوا اللي جوه ده، طلع كده واحدتين ثلاثه. ايوه ده اللب الابيض. العرب عارفين ان هو اسمه لب القرع. وبرضو في مرسى مطروح بيسموه لب قرع برضو. اللب ده انت ممكن ما ترميهوش، تاخديه تحمصيه، تنشفيه بس الاول وتحمصيه براحتك زي ما انت عايزه. هو ايهاب تقريبا هياخد صينيه كده ويحط فيها اللب برضه عشان احنا نحمصه. كل القرع من جوه لازم يبقى مجوف كده. متقلقيش، يعني دي مش حاجه بايظه ولا حاجه. القرعه على فكره ممكن تجيبيها وتتركيها عندك في البيت بالاسبوع، بالشهر، بالشهرين، بال5 شهور. اهم حاجه ما يطلعهاش ميه، بالظبط كده. اهم حاجه ما يجيش عليها نقط ميه، لان لو جه عليها نقط ميه هتبوظ، هتعقد كده. فاهم حاجه ما يبقاش عليها نقط ميه. هنقطع القرع ده عشان ما اطولش عليكم شرايح كده صغيره. بصي قاعد بس وريهم ازاي تتقطع قبل ما تقطعها كلها. حاضر. شوفوا انا سايبه اهبي اقطع، برضو الرجاله قوه برضو احسن من الستات. ايوه هنقشره وهنقطعه قطع صغيره، وهقول لكم هنعمل فيه ايه بالظبط تحديدا. بالشوش على القشر يا باشا، ب 8 جنيه كيلو. ايوه بشويش، بتاكل القشره جامد. بصوا بقى، انا ايهاب عندي تخصص تقشير القرع والقلقاس، عشان بيبقوا الاتنين بالنسبه لي بيوجعوا لي ايدي. انا بجيب القلقاسه كبيره، ممكن اجيب القلقاسه 2 كيلو ونص ولا حاجه، او بيشيل منه اللب ده هننضفه ونشيل منه كل الحاجات اللي فيه دي. طريقة عمل القرع مش بس قرع عسلي، ممكن يتعمل مهلبية، ممكن يتعمل عصير كمان. بس احنا هنقطعه بقى قطع كده صغيرة، وهجيلكوا بعد شوية اقول لكم احنا هنعمل فيه ايه بالظبط. يلا استنى. ورجعنا بعد ما القرع اتقطع اهو. بصوا بقى، دي نص كوباية مية. ارفعها ايهاب بقى بدل ما انا اللي ارفع بايدي. دي نص كوبايه ميه، وده كيلو الا ربع سكر، وده القرع بتاعنا كله. ماشي كده تمام. بعد ما دولنا على فكره القرع بعد ما اكلنا منه كتير، احنا بنحب ناكل القرع كده على فكره يا جماعه، بيبقى طعمه مسكر عامل زي البطاطا كده. جربوها يعجبكم جدا. ممكن يتحط في السلطه كمان. نحط بقى القرع في حله من اللي بيجوا. تخلي بالك من القطع عشان ايدك ما تعورش، وخد بالك بس بالدوشه. والله على فكره انا اتعورت. هوريكم وانا بعمل القرع بكمله، وهوريكم التعويره اللي في ايدي. هنحط بقى عليه كيلو الا ربع سكر. ما تقلقوش على فكره من كميه السكر خالص. هنا بس شويه كده عشان ايه. لا حط على بعضه، ما تخافش. عادي يعني. لا عادي ما تخافش. هو هيهبط كل ده على النار، ما تقلقوش خالص من الكميه اللي موجوده في الحله، هي هتقل. وبصوا هو المفروض القرع احنا ما نحطش فيه ميه خالص.
هنسيبه هنا كده حوالي بتاع ساعتين. هو هينزل ميته، هينزل ميته بس احنا بس عشان ما يتحرقش من تحت. ايوه عشان السكر ما يتحرقش. بس هنحط له بس نص كوبايه ميه صغيره خالص بس كده، وهرفعه على النار على عين واطيه. كل السكر ده هيدوب، ما تقلبش يا بيبي والله مش محتاجه، هو كل السكر ده هيدوب والقرع نفسه هينزل الميه بتاعته كلها. ما تقلقوش من كميه السكر، انا مستعمله سكر اللي هو غامق شويه بتاع التموين. لو انت هتستعملي سكر ابيض هتحطي كيلو السكر كله. الكميه ما تقلقوش منها خالص كتير او اللي بتاعت السكر لا خالص، مش هنرميها كمان. هقول لكم بعد شويه احنا هنعمل في الميه بتاعت السكر بتاعت القرع دي ايه بالسكر ده كله. يلا سامحوني بقى على رضاءة التصوير عشان انتوا عارفيني انا قصيره عن ايهاب. اهو انا بحاول اجيب لكم القرع كده اهو. هحطه بقى على النار وهوريه لكم. رجعت تاني، بصوا القرع ابتدى يغلي على النار اهو. بصوا كمان الميه زادت ازاي. انا ما زودتوش ميه غير هي نص كوبايه الميه الصغيره المج الصغير اللي انا حطيته، وابتدى يستوي ومن غير ما اقلبه ومن غير اي حاجه. هو نقص ونزل وهبط في الحله. انا بقى هخليه لحد ما يستوي خالص وهصفيه من الميه اللي فيه دي، ومش هرمي الميه، انا هصفي الميه من طبق بالمصفى، هفضيها في قلب طبق او في قلب حله تانية اكبر، وهجيب الميه بتاعته وهوريكم بالظبط الخطوه اللي جايه هتبقى عباره عن ايه. هو بس في اضافه تانية بس بسيطه صغيره قوي. بعد ما يستوي خالص قبل ما اطفي عليه النار هحط عليه بس رشه فانيليا صغيره عشان يبقى فيه ريحه الفانيليا. يلا بقى مش هرجع لكم تاني الا لما اوريكم الخطوه الجايه ايه. يكون القرع خلاص استوى وصفيته من الميه بتاعته وجبت لكم الميه والقرع، وتشوفوا الخطوه اللي جايه هتبقى ايه ان شاء الله. يلا استنوني. رجعنا بعد ما القرع اتسلق على النار. بصوا احنا وصلنا لمرحله ان هو اتسلق خالص اهو. بصوا هي دي الدرجه اللي انا عايزاها. ما تقلقيش خالص، هيبقى زي الفل يعني في الفرن وهو بالدرجه دي. احنا هنحطه في حله في مصفى جوه حله اكبر منه بحيث ان هو ينزل كل السوائل اللي فيه كلها. وهنبدا بيه هرسه البطاطس. نقول بسم الله كده وننزل نهرس بس حبه حبه كده. هرسه خفيفه خالص، مش عايزينها مهروسه قوي. ليه انا حطاه في حله اكبر منه؟ علشان ينزل كل السوائل اللي فيه. احنا مش هنرمي الميه اللي نزلت منه دي يا جماعه، وانا هقول لكم دلوقتي حالا هنعمل بيها ايه. ماشي كده كده القرع جاهز معانا. هحطه بس في المصفى دي ينزل كل السوائل اللي فيه، واسيبه شويه لحد ما اعمل الخطوه اللي بعد كده. الخطوه بقى اللي بعد كده اختياريه، يعني تقدري تحطي على الوش كاستر وتقدري تحطي على الوش اللي هو الصوص البشاميل اللي احنا هنعمله. دي الميه اللي نزلت من القرع، ميه السليق بتاعه القرع اللي فيها السكر. مش هنستعمل اي سكر تاني، هو كده بس الميه اللي نزلت منه هنستخدمها. دول 4 معالق دقيق كبار، دول معلقتين كبار سمنه ومعلقتين كبار زيت، ودي معلقه كبيره لبن بودره اختياريه. بس انا بحطه، هقول لكم ليه انا بحط لبن البودره. ودي كوبايه لبن. ليه بحط كوبايه معلقه اللبن البودره؟ لان انا هستعمل لبن قليل، يعني كوبايه اللبن يحطها يا ما احطهاش كلها. يعني انا لما اجي هعمل البشاميل دلوقتي على النار هوريه لكم، مش هنزل باللبن الاول، هنزل بالشربات ده الاول علشان انا عايزه البشاميل يبقى طعمه مسكر. فمش هنزل باللبن كله عشان ما يبقاش خفيف. فايه اللي هيخلي لي برده الطعم فيه طعم اللبن وطعم كريمي؟ اللبن البودره. تقدري تستغني عن اللبن ده خالص وتستعملي الشربات بس بتاع القرع، وتحطي بقى 3 أو 4 معالق لبن بودره. طيب يا منى احنا مش عايزين نستعمل خالص الدقيق ونستعمل الكاستر، بنجيبه بعد ساعات من المحلات بيبقى لونه اصفر كده شويه. ممكن تستعملي بدل الدقيق تستعملي كاستر، يعني تحطي 4 معالق كاستر على الشربات اللي نزل من القرع وتعمليه على النار كانك بتعملي كاستر بالظبط، مهلبيه كاستر كده وتحطيه. طيب ايه البديل تاني للدقيق؟ النشا. بس انا هقول لكم ايه عيب النشا بالظبط. النشا لما بتتعمل على وش القرع لو باتلي تاني يوم بيبدا فيها فروقات كده وبيبدا طعمه يتغير. فانا جربت كل الطرق يا جماعه، والله هي افضل حاجه الدقيق، ان احنا نعمل زي البشاميل المسكر كده.
هنروح بقى دلوقتي على النار. في الحشو بتاع القرع هنستعمل المكسرات بقى اللي عندك، جوز هند وزبيب وشويه سوداني. صراحه هو اكتر حاجه بتليق على القرع الزبيب وجوز الهند. البندق ممكن بيليق جدا برده معاه، بس انا ما عنديش بصراحه دلوقتي. بس هما اكتر حاجتين بيليقوا وبيدوا طعم حلو كده. ممكن تحطي رشه قرفه برده زي ما يعجبك. يلا بقى هروح على النار دلوقتي، هعمل البشاميل كانه بعمل بشاميل عادي خالص، بس انا هوريكم الطريقه، لان انا مش هنزل في القرع، مش هنزل باللبن الاول، هنزل بالشربات. يلا نروح على البوتاجاز واوريكم اعملها. ورجعت حطيت حله على النار، هننزل بالزيت والسمنه. بسم الله. هننزل بالدقيق. بسم الله. ممكن تعملوا البشاميل على البارد، بس انا ما بحبش طعم الدقيق، يعني انا ما بحبش نكهه الدقيق بصراحه في البشاميل، فباخدها بس ولو تشويحه خفيفه على النار. اتاكد بس ان البشاميل الدقيق كله دخل في السمنه. هننزل بقى نقول بسم الله، هننزل بالشربات بتاعه. بتاع القرع، وهننزل باللبن البودرة. بسم الله. بصوا اول ما حطيت اللبن البودرة فتح ازاي. معايا بقى كوبايه اللبن، هنبدا نزود شويه بشويه. هو بصوا بدا يتخن. بسم الله. بس كده كده البشاميل بتاعه تقريبا جاهز. هو بدا يتقل معايا اهو، مش هنحط له سكر ولا اي حاجه، هي رشه فانيليا في الاخر وخلاص. يلا بقى نرجع تاني. البشاميل خلاص جاهز بيتقل معايا. انا مش عايزه اطول عليكم اكتر من كده عشان الفيديو ده هيبقى طويل. زي بقى طريقه البشاميل وسمكه هوريكم على المناوله لما اجي احط الحله على بعض، الصينيه قصدي على بعض، هيبقى شكله ايه. يلا استنوا. اهو بصوا البشاميل ده السمك اللي انا عايزاه اهو، مش مكلكع اهو، ما تخافوش. تمام كده. حتى هو لونه بدا يبقى اصفر شويه من الميه بتاعه القرع. معانا بقى مضربين البايوركس اللي احنا هنحط فيه، وطواجن اللي هي الصغيره دي. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. زي اي طريقه بشاميل هنحط شويه بس بشاميل في القعر كده. طيب يا منى، احنا دلوقتي جبنا القرعه اكبر من القرعه اللي انت جبتيها دي وسلقناها كلها، هنعمل ايه؟ وطبعا هتبقى كتير على استخداماتكم. دايما الخطوه اللي انا بقع فيها والمشكله اللي انا بقع فيها، او اي واحده بتشتري قرعه عارفه الموضوع ده، ولا اي حاجه وهو مسلوق كده، تروحي حاطاه في كيس وحطاه في الفريزر. الميه بتاعته اللي اتسلقت اللي فاضت عندنا برضو هنحطها معاهم في كيس
كيس لوحده، ونربط الكيسين في بعض عشان نبقى عارفين، ما نقولش ان هي مثلا شوربه او حاجه، نبقى عارفين ان الاتنين دول مرتبطين ببعض. ادمجوا القرع في الاكلات بتاعتنا في البيت، الطبيخ العادي، حطوا القرع مش هيحصل اي حاجه. وما تقولوش مثلا مسكر، على فكره احنا بنحب ناكله كده ني، يعني احنا قعدنا اكلنا بتاع 3-4 شرايح من الكبار دول نيين. نحط بقى في طواجن الفخار الصغيره دي شويه. هي انسب قرعه تجيبيها هتبقى برضو في حدود من 3 ل 4 كيلو، يعني ما تحاولوش تجيبوا اقل من كده، لان انتوا شايفين ال 4 كيلو عملت معايا صينيه قليله مش كبيره. يعني لو انتوا اسره اكبر متهيألي القرع الصينيه مش هتكفي في الاكتر من 4 كيلو، يعني مش اصغر من كده، مش اقل من كده الكميه. هنقول بسم الله بقى ونحط الزبيب. ننزل برضو هنا بشويه زبيب. الطواجن الفخار دي بتبقى عامله زي اللي احنا بنشتريها من بره جاهزه. في ناس بتحط المكسرات على البشاميل في الاخر، انت وراحتك، بس انا بحس ان هي بتبقى مش حلوه بصراحه، يعني بتتحرق كده ومبتبقاش حلوه. هننزل بقى بالبشاميل. بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل بس دول الاول. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده. هروح بقى احطها في الفرن على 200 او 220. هي مستويه كلها في بعض بس لحد ما الوش يحمر. بصوا انا برضو عشان ما تقعوش في الغلطه اللي انا وقعت فيها دلوقتي، لان انا بعد ما هنيجي نصور هروح اشيل من على ده معلقه بشاميل علشان ما يفرش مننا في الفرن. دي برضو نقطه مهمه لازم تاخدوا بالها عليه. بصوا ده افضل من ده هيفور مني في الفرن، فانا هشيل منه معلقه دلوقتي واحطها على وش البشاميل. يلا بقى هحطه في الفرن على 200 او 220 فوق وتحت. لو ما عندكيش الفرن بتاعك بيشتغل من فوق وتحت يبقى هتحطي من تحت بس لحد ما الجناب من هنا كده تحسي انها بدات تستوي، هتروحي مولعه عليه الشوايه. يلا استنوني بقى في الاخر. ومعلش انا اسفه للاطاله، بس انا بحاول اقول لكم القرع مش اغلب المصريين بيعرفوا يعملوه، دي اكله تركي جات لنا في الاحتلال التركي، بس الاحتلال العثماني، بس سابوا لنا حاجه لطيفه منهم بصراحه. يلا بقى هروح احط القرع في الفرن وهرجع لكم تاني. وهبي القرع لما استوى. ايوه قال الخيار يا لوبيا. يلا بقى هروح احطه في الفرن. رجعنا بعد ما القرع استوى. هو لسه سخن شويه بس مش يعني لسه ما مسكش قوي. المفروض القرع يتحط في الثلاجه يجمد. انا مطلعاه بقى لي حوالي نص ساعه ومشغله المروحه عليه، بس الساعه 1 بالليل صراحه واحنا عايزين ننام.
وعايزه اخلص الفيديو قبل ما ننام. دول اللي هم الصغيرين اهو، ده كان اللي فضل من القرعه. هقطعه لكم بس من جوه، بس انتوا تحطوه في التلاجة ويا ريت يبات يعني. بسم الله. لما يبات بقى البشاميل ده هيتماسك. انا لو فضل عندنا لبكره يعني ممكن ابقى اخد لكم منه لقطه تانية. المفروض بقى البشاميل ده يتماسك خالص وندوق بقى يا ايهاب. اشمعنى المره دي مش بتدوق ليه؟ عايز تنام؟ بسم الله. لسه سخن بيطلع دخان، مش شايفه الدخان وانا ماشيه. جربوه يا جماعه، جميل جميل جدا. من الحاجات اللطيفه اللي عملها لنا الاحتلال العثماني في مصر، القرع العسل. وستات كتيره قوي بتنساه، وستات كتيره قوي مش بتكسل تعمله، بس هو سهل وبسيط جدا. ما يغرقوش شويه المواعين اللي انا عملتهم وشويه الدوشه دول، هو مش هياخد منك ربع ساعه تقطيع وربع ساعه عمايل ان شاء الله. يلا بقى، لو عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد، والسلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا رجعت لكم تاني بعد ما قطعت الفيديو عشان اوريه لكم. قلت لكم لو فضل منه هوريه لكم. بصوا متماسك اهو، البشاميل جامد والحشو موجود اهو. القرع بيتعمل طبقه واحده مش طبقتين، ده مش مكرونه بالبشاميل يعني. يلا انا رجعت لكم عشان اوريه لكم بعد ما اتماسك. هنروح بقى ناكله. انا سايب لكم الحبه دول بالعافيه. بالظبط كده. متذنبين، محدش يعرف نقعد الثلاجه. بالظبط كده. نروح بقى نكمل. احنا الصبح هنفطر بيه على فكره. يلا اسيبكم بقى ونروح احنا ناكل الحاجات دي. يلا السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.